السلام الله عليكم الإخوة والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في عدد جديد وحلقة جديدة من قناة ديالكم منصة التحليل. إذن إخوان أخوات، كيف ما عودناكم دائما متابعة لمستجدات الأحداث. في هذه الحلقة غادي نحاولوا نتكلموا لكم على آخر التطورات وآخر المستجدات المتعلقة بالملف ديال المنتخب الوطني المغربي والجامعة الملكية لكرة القدم، وكذلك بطبيعة الحال مواضيع أخرى. إذن إخوان الأخوات، في هذه الحلقة غادي نحاولوا نتكلموا على الدور اللي لعبوا المغرب في الحصول على كأس العالم 2030 كيف ما جاء على لسان رئيس الاتحاد الإسباني السابق. غادي نشوفوا إخواني أخواتي أيضا تجديد الدعم البريطاني للمملكة المغربية للحكم الذاتي، وفي الأخير غنحاولوا نتكلموا على الفسخ ديال العقد اللي كان تربط الجامعة السنغالية مع وكالة إيمارسات الفرنسية التي تسوق لها صورتها بطبيعة الحال وتدافع عنها في الإعلام الدولي والمحلي. إذا الإخوة الأخوات بقوا معنا حتى النهاية ديال هذه الحلقة. المرجو منكم دائما الدعم ديالنا بالاشتراك في القناة، تشغيل جرس الانذارات باش يوصلكم اي جديد، وكذلك ما تنساوش عمليه بسيطه وهي الضغط على زر الاعجاب باش ينتشر المحتوى على اوسع نطاق. شكرا لكم الاخوه الاخوات، ونمر مباشره الى التفاصيل. اذا الاخوه الاخوات، كيف ما تكلمنا وكيف ما شفتوا مؤخرا في اللقاء اللي جمع المنتخب الاسباني مع نظيره المصري، كانت هناك هتافات عنصريه، الشيء اللي حرك بطبيعه الحال مجموعه من الفاعلين على مستوى الفيفا اللي ندوا بهذه الطريقه اللي كيهتف بها الجمهور الاسباني التي تعد عنصريه بما في الكلمه من معنى، وبالتالي فهذا يضر بطبيعه الحال مباشره كاس العالم 2030 المقرره باسبانيا. وهناك بعض الأخبار التي تقول بأن المغرب يستغل الفرصة بطبيعة الحال من أجل حسم المباراة النهائية ديال المونديال 2030، وبالتالي فالمملكة المغربية لها كل المقومات وكل البنيات التحتية اللازمة والتنظيم العالي للحصول على هذه المباراة النهائية. احنا كنعرفوا جميعا هناك سباق بطبيعة الحال ما بين إسبانيا والمغرب للظفر بهذه المقابلة، لكن لحد الآن ما كايناش هناك أخبار تؤكد أن المغرب هو اللي فاز، لكن الأصداء اللي كتجي طيبة من الفيفا بطبيعة الحال فحوالي 90% كتأكد بأن المغرب هو من سوف يفوز بهذه المقابلة، خصوصا هذه التداعيات الأخيرة ديال العنصرية بطبيعة الحال ديال الجمهور الإسباني. وفي تصريح لرئيس الاتحاد الإسباني الأسبق قال بأن لولا المغرب لما فزنا بتنظيم ديال كأس العالم 2030 لما حصل عليه من أصوات ودعم غير مسبوق دولي وعالمي بطبيعة الحال. حنا كنعرفوا المكانة ديال المغرب على المستوى ديال الخليج بطبيعة الحال، دول الخليج على مستوى كذلك الدول الأوروبية وكذلك أمريكا، كل دعم الملف المغربي. وبالتالي فقال هذا الرئيس الأسبق ديال الاتحاد الاسباني بان المغرب لعب دورا كبيرا، فلولاه لما تمكنا بطبيعه الحال من الحصول على هذه النسخه ديال 2030. اذا كيف ما شفتوا اخواني اخواتي، فهذا السباق نحو المقابله النهائيه التي تعد رمز من رموز كاس العالم 2030 بطبيعه الحال، فغادا تكون غالبا باجماع بطبيعه الحال الاراء بالمملكه المغربيه، والشيء اللي كنتمناوه جميعا بطبيعه الحال لما تحمله من معنى ومن رمزيه بطبيعه الحال. وبالتالي فالمغرب غادي يصبح اول دوله عربيه بطبيعه الحال كتحتضن النهائي ديال كاس العالم. نشوفوا اخوان الاخوات في الموضوع الثاني، الاعتراف البريطاني. فبعد الاعتراف الامريكي الفرنسي الاسباني الالماني وما الى ذلك، بريطانيا تجدد الاعتراف بطبيعه الحال الحكم الذاتي المغربي على الاقاليم الجنوبيه، وبالتالي تعترف بمغربيه الصحراء بما لا يدع شك لاي احد يدخل ويقول بأن الصحراء غير ذلك، فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. فرغم المكيدات اللي كيقوم بها بطبيعة الحال النظام العسكري الجزائري، رغم الألاعيب اللي كيقوموا بها على المستوى بطبيعة الحال الدول وما إلى ذلك، فالنتيجة دائما ما آلت إلى المملكة المغربية. وهناك مفاوضات على طريقة تنزيل هذا الحكم الذاتي لا غير، كيف ما قال السيد عمر هلال في مقابله على اذاعه امريكيه، قال فاحنا المشكل ديال الصحراء فهو حسم، لا مجال للتفاوض عليه. المجال للتفاوض الان فاحنا نشوف كيفاش غادي ننزلوا امر الواقع الحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبيه. هذا هو اللي كاين لحد الان ولا شيء غير ذلك، كما كيسوق الاسطوانه المشروخه ديال النظام العسكري الجزائري اللي مازال عايش في ثمانينات او سبعينات القرن الماضي وكيقول بالاستقلال وما الى ذلك، والناس ما
عرفت فين وصلوا، وبريطانيا تجدد الدعم ديالها للحكم الذاتي، وفرنسا والدول الاعضاء القويه بطبيعه الحال في مجلس الامن. حتى روسيا بطبيعه الحال تخلات على الجزائر لان ما لقاتش معها بطبيعه الحال حليف اللي موثوق فيه، اللي عنده كما تنقولوا واحد القيمه وهيبه على المستوى العالمي. غادي نشوفوا اخوان الاخوات في اخر هذه الحلقه، غادي نشوفوا اخواني اخواتي ايضا في الاخير ديال هذه الحلقه كيف ان هذه الوكاله ايماجسات الفرنسيه تفسخ العقد ديالها مع الاتحاد السنغالي. كيف ما قلنا لكم في حلقات سابقه بان الرئيس السنغالي عطى التوجيهات ديالو للاتحاد السنغالي باش انه يسحب هذا الطحن من الطاس، لانه كيف ما قال السيد فوزي القجع يوم امس في تصريح له لجريده العمق المغربيه، قال بان المغرب له دفعات قانونيه موثقه بالصوره والصوت وما الى ذلك. اذا فهذا الملف يعتبر خاسرا بالنسبه للسنغال، وحتى التوجه ديالها كان خطا فادح بطبيعه الحال، غيقدر يجبد عليها عقوبات قويه. هاد الوكاله بطبيعه الحال كما كنعرفوها انها وكاله للتسويق ولطبيعه الحال الماركتينغ وما الى ذلك، من اجل التسويق ديال العلامه بطبيعه الحال ديال الاتحاد السنغالي امام بطبيعه الحال الاتحادات الاخرى وامام دول العالم. الان تنسحب نظرا لان هذا الملف عرفته بانه ملف خاسر وغادي يضر بالصوره ديالها هي النيت، وبالتالي تنسحب من العقده مع الاتحاد السنغالي. نتوما شفتوا الاخوان الاخوات التطورات المستجده بطبيعه الحال ديال هذا الملف اللي كله يتجه الى الحسم امام الطاس، اللي عندها دفعات من المملكه المغربيه ضامغه ولا تترك مجال لاي شيء من طبيعه الحال لاخر غير ان الكاس فهي كاس مغربيه، لان شفنا الطريقه باش انها تلعبات بخبط كروي كيف ما قالوا مجموعه من المتتبعين بطبيعه الحال ومجموعه من الاساطير ديال كره القدم، قالوا بان هذا النهائي كان نهائي خبيث بطبيعه الحال من الناحيه الكرويه من الجانب السنغالي، وبالتالي فالاستئناف ديال الكاف رد الحق الى المغرب حسب اللوائح 82 و 84 المواد من القانون ديال الكاف، وبالتالي فالانسحاب يساوي الخساره ب3-0، وبالتالي في الكاس الافريقيه ان شاء الله غادي تكون مغربيه. وكيف ما قال اللاعب اشرف حكيمي غيتم الاحتفال ديالها رغما بطبيعه الحال انها تربحات يعني بالشكل اللي هو هذا الشكل اللي كان شكل معين، شكل اداري وقانوني. فقال لك حنا فرحانين وغادي نحاولوا اننا نديروا واحد الاحتفال كبير بهذا الكاس الافريقيه. اذا الاخوه الاخوات هذا كل ما لدينا بالنسبه لهذه الحلقه. نتمنى ان هذا المحتوى نال الاعجاب ديالكم. غادي نبقاو ان شاء الله دائما نتابع الجديد ونوصلوه لكم في ابهى حله بطبيعه الحال. شكرا لكم، ما تنسوناش هذه فرصه بالنسبه للاخوان اللي مازال ما شاركوش معنا يفعلوا الاشتراكات ديالهم. الشكر موصول دائما للاخوان اللي جاوا من القناه المميزه ديال الاخ الصديق نور الدين ماجي كشف الخبر. شكرا لكم على الدعم ديالكم، وشكرا لكم على المجيء ديالكم معنا في هذه القناه التي هي تعنى بالوحده الترابيه للمملكه المغربيه والدفاع عن المقدسات المغربيه. شكرا لكم اخواني اخواتي، والى حلقه قادمه بحول الله.